السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عامة بدون استثناء كل باسمه. الرماش منير جابوه لا سونترال. منير معروف بالمال، المال والبنون زينة الحياة، معروف. إذا جابوه لا سونترال غيديوه لحيدال، حيدال فيه سيلونات، وكان كيجمع بزاف ديال السجناء اللي تيكونوا مصنفين من أخطر السجناء. غيجيبوه غيديوه لحيدال، وغيكون بن عيسى الخنفوري في حيبة، في حي الإعدام، حي اللي فيه غير الموتى، فيه واحد الجو، السكينة والرعب، الهدنة، الدبانة لا داز كتسمع كلشي كيتصنت غير لعقلو وكيساين مصيرو واش غنخرج ولا ما غنخرجش. إذا ملي جابو الرماش، الموظفين بغاو يدخلوا الرماش عندهم. اش من طريقة غنديرو لهذا، اش من طريقة غنديرو ليه؟ غيقولو لواحد الكرفي سير اللي هو عنيبة، واللي هو غيولي صديق الرماش. هاد عنيبة مكناسي، هو اللي كان تيتسخر، هو اللي كان تيقاد معاه كدا مسائل. كانت عنده 15 وزادوه على محل عنده 20. كاينة بلاصتو مكناسي حر الرجولة. غيقولوا ليه السجناء وهي غتكون في صالح هاد السجين، غيقولوا ليه الموظفين، يقولوا لداك السجين اللي هو عنيبه اللي هو كرفي تيخدم معاهم، غيقولوا ليه سير وقول الرماش راه تيتحلف فيك بن عيسى الخنفوري، وراه لا قبطك ولا تلاقى معاك، راه بغا يدخل لهاد الكارتي وما خليناش وكذا، راه غادي يقدر يقتلك، يقدر يدير معاك شي حاجه اللي. منير الرماش وكان بزاف ديال السجناء اللي جيش تيتبعهم من على برا، محاميين عطا الله تابعين لافير ديالو وخدامين معاه وكيتخلصوا رغم انه هو داخل السجن. اذا منير الرماش غتبان ليه بانه يعيط على المسؤولين وكذا باش يقول لهم راه ما كاينه ما كان، راه بنادم ناوي يختطفني وناوي يقتلني وهادي. منير الرماش مسالم ولكن العقل، لان ممكن مول العقل يخدم مول الصحه. المتوحش يخدموا مول العقل وشفناهم ياك داكا مخدمين. اذا العقل هو لا باز. ولكن غادي يكون واحد السجين تا هو تما ويقول ليه شوف، يقول ليه بن عيسى ما عندوش علاش يقصدك ولا علاش كدا ولا بنادم يتبت شويه وكذا وكذا، غيقبطوه عنيبه. بعض السجناء يقول لي راه الموظفين اللي قالوا لي كذا ما كذا هادي ما هادي. اذا تعرفات لافير غادي يكون واحد الصلح بعضياتهم، وتما الخنفوري غيقول ليه انتيا الا بغيتي تعامل مع خوك وكذا وهادي وهادي، راك عارف دابا حنا ما عارفينش خصنا نخرجوا، راه ما كرهتكش تاخذ ليا شي أرض وتبنيها ليا وهادي، بعدا حتى لا خرجنا نلقاو هيداك قبر الحياة وكدا وهادي. يقول ليه الرماش ما قلتي حتى كلمة د العيب، الرماش كلمة، الرجال أقوال، من عاهد وفى. دار هادشي راه جل السجناء ما خلا ما دار في لا سونطرال بلازمات ما عليناش. غيقول ليه الرماش ما قلتي حتى عيب، ولكن ملي مشى الخنفوري سجناء اخرين قالوا ليه انت ضمنتي حتى غدا واش غتبقى حي ولا غتعيش؟ ضمنتي انت الرماش غيبقى هنا غدا ولا بعد؟ وراك عارف حنا غير مسيرين نوض قال لك قعد بدلوا ليه الفكره. غيعاود عاوتاني الدن وغيمشي عند الرماش ويقول لها نتايا راه فكرت مزيان وكذا وهادي راه في الحق فلوس بتاع داك الشيء ما كرهتكش تعطيهم ليا انايا تجيبهم ليا حب. اذا ولا الابتزاز كان بانه بغا يدير له جلس، ولكن باش الرماش دير ليه عمليه الابتزاز لا يمكن. السيد راه تيعيشي مع المافيات وباش تبقى غير بصحيحتك وبعقلك وشو النيني الله يرحمه، هو راه كان فيه 3 متر وواحد الضربه في راسو تبارك الله مجرم على الرماش، وراه هو هرب من الحبس وتقتل في الاسبان من طرف مافيا.
إذا هادشي د المافيات إلا خرجتي منهم بصحيحتك وبخير راه إذا أنت راك ذكي وانتيليجون. دار معاه عملية الابتزاز على محل غيتعطّل عليه، بحال اللي قال لي صافي كون خير تعطّل عليه، غيجي غيهدّدو، ولكن هنا ملي وقع في عملية التهديد. ألو وي، راه ما كاين، وكيل الملك الفرقة الوطنية، التدخل السريع، الناس ديال الكاكولات والناس ديال السلاح وبارين تا هُما اللي غادي يجيو تن 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 غيهزّو الخنفوري. هادي من حق أي مدير سجن يجيبوا سجين ما يدخلوش، إلا بعض المؤسسات اللي بعاد وخارجين على المدار الحضاري وكذا، ممكن يكون أمر من عند وكيل الملك بأنه يدخل لداك السجن. حنا راه دايرين داك السجن لأمثال هاد السجناء، ولكن بعض المؤسسات من حقهم ما يدخلوكش. إذا هزوه سلا ما قبلاتوش كدا بقاو غاديين في الآخر غيتصلوا بالصطافات. وهاد النوع هذا كان تيتهز كيمهزوز وبخنشة ما عارف راسو حتى فين غادي، مخنشة مديورة ليه مع مينط ومسلسل وكدا، لمّا حتى لقى راسو في سجن أيتملّل. الخنفوري كان في سونطرال مربي القطوط، مربي الدجاج، مربي قنية، مربي الحمام، عنده واحد الجريدة قدامو، عايش الحياة ديالو كيسايل المكتب ديالو، لأن سونطرال فيها شهادة السكنة والتعمير. بنادم راه كيقاد البيت ديالو كأنه إلا حيدو غير من بيتو داوه البيت كيقدر يدير جريمة كبيرة، لأن بنادم ساكن، راه ماشي دق هذا، راه السكنة والتعمير. إذا غادي كيفاش شوف فين كنت، شوف فين وليت، شو هادي دخلوه لأيت ملول. هنا غتبدا قصتنا، حيد موني الرماش. هنا غتبدا قصتنا مع تشاش ولد أكادير اللي مافيوزي كبير دوزها في نيدرلاند، في هولندا، ودوزها في الألمان، وفي الآخر حرق من هولندا، حرق للمغرب، حيت شحال من مغربي كيرونها وكيبغي يدخل للبلاد كيولي يشري الدخول ديالو للبلاد بالملايين. وراه ديجا عاودت قصص ديال لي مافيوزي وكذا، رضوان الطاغي وكذا وزيد وزيد. إذا نتا هاد المغربي هذا رونها في ألمانيا في هولندا، دخل للبلاد وغيدير عملية براكاج لواحد البنكة وغيدي منها 3 د المليار. ماشي عملية براكاج داك الشي ديال لا، بطريقة واعرة. غيدخل عند المدير بأنه باغي يدير مشروع وكذا، وغيبين ما عنده، وغيتفاهم مع المدير، والفلوس موجودة مع هو عنده الفلوس حتى هو عنده، والفلوس موجودة بأنه ها ما كاين ما كاين شوف ليا شي ناس، لأن المدير ديال أي بنكة مؤسسة بنكية تيكون عنده واحد الناس اللي عندهم المال والبنون تيقولوا ليه شوف شي واحد إلا بغا يستثمر شي حاجة وبغا يدير شي مشروع، حنا المال موجود، كيتسماو بوشكارة، ولكن العقل المدبر وهادي من يجي عندك احنا ندخلو معاه. إذا نتا هو نفس المنظر كدا غيدي ليهم باش نجيبوها نيشان 3 ديال المليار، وهذا راه معروف في أكادير هاد الشاش. غيعيقو به حتى الفلوس غيتقبض، غيدخلوه، غيعطيوه 15 سنة ديال السجن. هاد التشاش رد المدير بحال شي خاتم هكا كيتحيد كيرجع. علاش؟ لأن المال كيدير الطريق في البحر، في الشوك، في أي طريق يدير لك طريق. إذا نتا هو معروف كيلبس مزيان، معروف كيركب على الحديد الآخر. الوقت اللي قبضوه آخر مرسيدس كانت عندو، داكشي ديال لا كوموند سير كوموند كديرها، أشنو بغيت فيها وأشنو بغيت فيها وكذا. هاد المرسيدس غادي عاد تعرف بها المدير ديال سجن أيت ملول، تيخرج تيقضي بها. وبعد الأوقات مصادر اللي جبت منها الأخبار بأن كان حتى هاد التشاش الملقب بالتشاش، مبغيتش نقولو الاسم ديالو، كان حتى هو كيخرج مع المدير.
يقضيو أغراض وكدا وكيعاود يرجع، بحال اللي قلتي الحبس أوتيل دا وكدا وواخد راحتو. شارجان ماشي تيتحكم في الحبس في السجناء بالمال، اللي باغي فلوس العيد، اللي باغي ما ياكل، اللي باغي ما يكمي، اللي باغي ما كيبزنس ما كيدير والو، كياكل غير رزقو، رزق موجود. ومصادر اللي عاودت ليا بان 3 السجناء خارجين غيدير ليهم فلوكه وغيدير الماتاريال ديالها تقامت بشي 50 مليون، الفلاك الصويرين دوك المزيانين العاليين وكذا. انسان تا هو حدث ولا حرج من ناحيه المال. مع جابوا الخنفوري هاد التشاش والنوعيه ديال هاد التشاش، بحال دابا كمثال هو هاد الخنفوري هذا هو الخنفوري باغي يطبق عن شنو كيداير كدا. اذا غير الاسم ديالو بحكم داكشي التاريخ اللي مدوزو في السجون وكدا وهادي كيدير لي واحد الحجزات ما بينه وبين السجناء والموظفين اللي كبروا محرومين، كبروا مقموعين في حومتهم. فين كبروا، البيئه اللي كبروا فيها كانوا مقموعين، وكنعرفوا شحال من واحد في الامن كان مقموع مني ولا في الامن ولا تينتقم. اعداد. اذا تا هو مني جا لداك عيت من الاول كدا تعاملوا معاه ماشي هو داك غيهضر معاه هاد شاش. انا راه ماشي هو الترن دن 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 خنفوري. حيدوا ليه اللعيبه صافي دخل الحبس، حيدوا ليه الغرفه في حيدوا ليه ديك اللي دايرين ليه على وجهه وهو في الكريف واقف ومحلول ليه المينوط. انسان تيساين فين غيصيفطو وكدا، هو غادي للعزله، ولكن التشاش غيبدا يبومبي عليه وغيبدا تيكمي السيجار كدا وهادي. عاودني منك عندك صاحبك هادو هما دوك الحباسات التواعى. هنا عطي النظام الداخلي للمؤسسة، عطيهم لابيل ديالهم، دخل في سوق راسك ما تعيش معاهم بخير. تبغي دير لينا داكشي اللي درتيه في كدا وفي كدا وفي كدا باقي ما كمل هو. مولاي عبد القادر الجيلاني بت هرسو من رجليه. موظفين تلاحوا كدا، هو جاي ماشي هو هذاك، موظفين تلاحوا عليه كدا، كان غادي يدخل العزلة ولا داخل الكاشو. كاشو مالو نوار مينط. الخنفوري كيقبض الريجيم. شنو هو الريجيم ديال الحبس؟ هو الخضر مسلوقه والحليب، يا ماكسيه ديال الحليب يا يترونس ديال الحليب يا يترو ديال الحليب. اذا هذا هو سيستيم ونظام مالين الريجيم. كاينين بزاف اللي فيهم السكر واللي كدا واللي كدا واللي كدا. اذا الخنفوري ديجا في سلا سجين واحد اللي كيجيب ليه داكشي اللي كيعرفو، ما كيتيق في حتى شي واحد لان فايته مديوره به، ما كيتيق حتى شي واحد وما كياخذ عند حتى شي واحد. اذا داوه يعطيوه 50 يوم ديال الكاشو. دوز ال 50 يوم ديال الكاشو، الاخر طاحت القيمه ديالو لا مع السجناء لا مع الموظفين، وهي راه ما طاحتش القيمه ديالو، غير هو اللي طيحها لراسو، هو اللي طيحها لراسو، هو ما طيحها ليه لا قيمه لان المال كاين. ولكن هو ولا تيقول دابا دا كدا ما كدا، غيبقى يدورها في عقلو هذا كيفاش غندير ليه حتى انا. الموظفين ما يقدروش يزعموا عليه، وزعموا عليه هو مينط، ولكن هكا تقدر تجي في واحد يجيبها في واحد. اذا هما كاملين كيخاف يكون هو داك الواحد اللي غتجي فيه. يا عجباه. اذا كلشي تيقول كدا نمشي تجي في عقلو عليا، والاخر 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 والاخر. اذا كلهم كاين واحد الردع وكاين واحد الرعب منه. اوكي، ضرب ال50 يوم خرجوه، ولكن ملي كانوا كيجيبوا ليه الماكله ما كانش هو كياكلها لان ما كيتيقش فيهم، ما كيجيبوليش. واحد الساعه ملي خرجوا هادي غيدير مقابله عند المدير، غيمشي يقول لي دابا انا راه كدا وانتم مع الدخلاش وهادي، واش هذاك السجين يهضر معايا؟ واش من حقه يهضر معايا؟ انت تهضر معايا من حقك، رئيس المعقل يهضر معايا، موظف يهضر معايا، ولكن انا سجين يبقى يقول لي كدا ويبقى يخلعني. انا باقي فيا ما يتخلع كدا. ودابا راه بغينا نهضروا على الريجيم ديالي هادي ما هادي، يقول لي صافي الريجيم ديالك يبقى يجي. كيقول ليه لا، انا نبقى نجيبو ونبقى نجيبو يخضر ما مسلوق ما والو. البطاطا هكا انايا اللي غنسلقها، الخيزو انا اللي غادي نسلقو، الحليب ما تعطيوهش ليا كاع اسيدي،
عطاوني غير الخضرا ديالي والمسائل ديالي وأنا اللي نسلقها وأنا هادي غيتعكسوا معاه. علاش؟ لأن أنت السجين إذًا إلا طبّقتيها عندنا غنوليو معاك في سير وجيه يهديك الله. هو ديك ال50 يوم تدعك فيها. بن عيسى الخنفوري لأن ما كانش كياكل جاي ما شي حاجة اللي هي بسيطة، رزقو محيدين عليه. واحد الموظف غيكون غرباوي من الناس ديال الغرب هو اللي غيكون تيتعامل معاه، وغيعتقو غير بالحليب اللي هو مسدود تيحلّو لراسو، وغيعتقو بالفرماج. ولكن ولد بلادو، ولد بلادو كان تيتايق فيه، موظف كان تيتايق فيه، هو اللي كان مصوفيه مرة يجيب ليه حليبة لا لقى كيفاش يجيب ليه حليبة فريمج. واخا حتى المدير عايق يكون مكوّى تيدير راسو ما على بالوش، وبقات غادا هكاك ترن. الريجيم ديالو ولا كياخدو، دوز معاهم هاد الحرب هاكا ولا كياخدو كيمشي للكوزينة وكياخد المسائل ديالو. ولا داك الغرباوي تيقول ليه شوف الحليب أنايا نبقى نجيب لك سليم وكذا وهادي ما تخممش، وهو عنده رزقو. ملي غيديوها للعزلة، داوها للعزلة. في هاد الوقت اللي داوها للعزلة غيجي سجين مالو كريمينال وخلاف أكادير شمنك تيس على كوميساريات شمنك يا الدرك الملكي رونها معاهم. غيزهق واحد من الموت كان غيقتلو وتفاهم معاه فلوس على محل مرونة. داير مناتيف ديال البراكاجات وكذا. كثرت هاد المناتيف غيحكموا عليه ب20 عام. دري تبارك الله الشكل ديال أنظا تبارك الله. دخلوه لأيت من اللول تن اسم في أكادير وهادي التشاش غيبغي لابد خاب مالو هادي. ولكن تحاور معاه كدا وهادي. الآخر غتجبد الهضرة بأن راه الخنفوري كاين هنا. غيعاودو السجناء لهاد السجين اللي عاد جابها ب20 عام، وهادي راه قصة معروفة. غيقولوا ليه راه ما كاين عرفتي اش دار التشاش راه مع الآخر راه التشاش بغا يمثل عليه إذا غيجبد الهضرة مع التشاش كدا ما كدا التشاش غيتفاهم معاه ماديًا بمساعدة المدير وبمساعدة الموظفين كلشي. ولكن اللي غيقوم بالعملية الانتقام هو هاد السجين. فواحد العشية، واحد العشية الخنفوري غيكون جالس في العزلة ديالو، والخنفوري فيه واحد الطبيعة هادشي شفتو أنا بعيني. كيكون الباب محلول أو مردود وكاينة خامية، ما عندكش حق تهز الخامية أو تحل عليه، هي ديجا إلا المسؤول من حقه يقدر الممنوعات يقدر. ولكن سجين، هاد السجين هذا غيصيفط جوج سجناء. شوف كي غتبدا هاد الجوج سجناء ما كيعرفوا لا هادي لا هادي، تيعرفوا غير قود خول بغل دايرين بحال التوار. غيصيفطهم وغيديروا هاد العملية هادي. غيقول لها لا راه ممنوع الخوامي. غيتلاح عليهم الخنفوري، غادي يتلاحوا عليه غيدوروه لأن جوج وتا هما عندهم تقاب وعندهم المضاوات. وهادشي راه مال بخبار مال الوقت ما كيبان فيهم حتى واحد في ديك اللحظة في ديك البلاصة. غيدورو به وغيجيو جوج خرين، هذا اللي محكوم بال20 وواحد آخر غيوليو 4 دايرين به. واش غيديروا ليه؟ بحديدة غيهرسوه من رجليه، غيطردقوه من رجليه. ولكن اللي غيهرسو من رجليه هو هذا المسخوط اللي جابها بال20 عام. غيهرسو من رجليه بحكم التشاش شاري المدير وشاري كدا ما مخليليش ما يهضر. شي ساجين يخرج شي برية شي لعبة محظي محطوط في بلاصة اللي محظي. وحنا كنعرفو الناس ديال سوس ماشي شي تيكونوا راجعين اللور باغيين لهنا باغيين يدوزو حبسهم. ما كدبوش على الله الناس كالم غادي يتهرس بحكم المدير وهادي ما غيتدخلوش. غيخليوه هكاك انتقاما ودايرين خاطر التشاش لأن تا هو كريمينال. غيخليوه حتى غادي تقيح ليه. سجين غيخرج من أيت من اللول ما عرف لمن غيقولها، ما عرف لمن غيقولها غتوصل ليوتيوبر. يوتيوبر ولد أكادير راه كان غيخرج يقولها غيتسمعها الجالية. غيتدخلوا ناس من الجالية جوج الناس اللي غيجيو للسجن أيت من اللول من الإنجليز كرون بريطان غيجيو وغادي يدخلوا عند المدير وغيجيبوا معاهم محامي. شو كيفاش شو اليوتيوب راه عنده منفعة حتى هو. وغادي يدخل له لا ما قالش وكدا وهادي وراكم عارفين
عاد غيلقاوها خماجت اللي جاب الله ما قطعوهاش ليه، شو انتقام، شو كيفاش كان هو في سونطرال، شو واش داروا ليه الموظفين، شو هو كيفاش شحنوه الموظفين تاع مشى ياخد المال، الأرض ولادي فينك وفين، بغيتي دير عملية ابتزاز لواحد اللي هو خطير، ألو واحد تدخل الوكيل المالي الفرقة الوطنية وليتي في أيت ملو دخلتي هداك دار لك هابة، شوف فين ولات. نتمناو القصة تنال الإعجاب ديالكم تنكيشن، شكرًا شكرية بالهندية، انتظروا اللايف إن شاء الله مع ال11 إن شاء الله، شكرًا، وأنا راه فرحان بكم ولهلا يخطيكم، هاكا هو.